كان يعيش العالم لحظات من الهدوء والسلام. لم يكن هناك أي هجوم أو رعب في كوكب الأرض. كل شيء هادئ وجميل، كما في أعماق الجبال حيث منزل جوكو الصغير المتواضع. كان جوكو يرقد في سلام إلى أن بدأ يتعرق وتغيرت حالته المزاجية وازدادت حرارته. كان يشاهد نفسه وهو يموت مرارا وتكرارا من قبل مخلوق مجهول. لقد كان جوكو يعاني بالقدر الذي يتألم به، وبعد أن حاولت تشيتشي إيقاظه للكثير من المرات لم تنجح في ذلك. استمر الأمر مع جوكو إلى أن استيقظ بنفسه، حيث يجد نفسه متعرقا والوسادة ممتلئة بالدماء، وكذلك زوجته تشيتشي المصدومة بسبب الرعب الذي عاشته. بعد ذلك تدارك جوكو الموقف وحاول تهدئة الوضع، وفجأة يسمع جوكو صوت يقول: إيه مرحبا جوكو، أما زلت نائما في هذا الصباح؟ وفي مكان هادئ بين الجبال الشاهقة. إنه المكان المناسب لتفعيل هذه البلورة. كان فريزا يحمل بلورة عجيبة كانت قد دفنت في كوكب الصيان منذ ملايين السنين، لكن حصل عليه مباشرة بعد قتله لشعب الصيان. ويقال أن هذه البلورة هي سبب اختفاء أعظم محارب مر في تاريخ الصيان. أمسك فريزا بالبلورة بإحكام وبدأ يقرأ تعاويذ وكلمات عجيبة، وفجأة تغير لون السماء. وظهر شكل غريب متلألئ في جميع المكان. كانت هالة حوله تضيء بلون ساطع. لا أحد يعلم من يكون. من هو هذا الكائن الغامض؟ لم يكن يظهر أي علامة من الرهبة أو الخوف. كان يقف هناك بثبات وإحكام، يحدق بعينيه المتلألئتين، وكانت وجنتاه تنظر الهدوء حتى في قلب فريزا. سرع فريزا بمحاولة التحدث إليه، لكن لم يكن لديه جواب. الشخص الغامض لم يكن يعبر باللغة، بدلاً من ذلك أظهر له لغة غريبة من الحركات والإيماءات، كما لو أنه كان يتحدث بلغة من زمن بعيد جدا. ما هذا؟ سحقا، هل احتفظت بهذه القطعة طيلة هذه السنوات ليظهر هذا العجوز وهو يتحدث لغة القرود؟ قام ذلك الشخص بتوجيه أصبعه نحو فريزا ولمسه في جبهته، وما إن حدث ذلك حتى مر ضوء ساطع اخترق رأس فريزا. تحدث الغامض لأول مرة وقال: هذه لغتكم إذن تبدو مزعجة في الكلام. اسمع يا هذا، لقد اقترفت خطأ كبيرا بإعادتي إلى الحياة، والآن سأعيش مجددا هذه الحياة البائسة بحثا عن من يستطيع قتلي مجددا. كان فريزا لا يزال مصدوما حتى قال: على الأقل تستطيع التكلم، لكن لا نفهم منك، تبدو كبيرا في السن. ظننت أن هذه البلورة تخفي خلفها محاربا أسطوري، وبفضله سوف أحكم العالم. يا لخيبتي. اغرب عن وجهي أيها البشع، لقد رحمتك لتركك ترحل الآن. أعلم أنني لا أعيد الكلام مرة ثانية. هل تستهزئ بي؟ وما إن حاول فريزا الهجوم حتى تجمد مكانه بمجرد النظر إلى عيني ذلك الشخص. لا، بل مات وعيناه تخرج من مكانها. كيف ومتى؟ حتى فريزا مات ولم يعلم أن لكمة مرت من خلال خارقة أسرع من الضوء. في قصر زينو، قبل لحظات كان زينو نائما إلى أن استيقظ في دهشة كبيرة. ما هذا الحضور القوي؟ هذه القوة لا تصدق أبدا. قدي شنكان، يجب أن تجمع كل حكام الدمار والمساعدين في الحال. عليك أن تخرج حتى السجناء من سجن جحيم للمساعدة. العالم كله في خطر. لا تبدو متحمسا لقتال اليوم يا كوكو، على عكس فيجيتا. هل هناك خطب معه؟ نعم، أظن ذلك. لقد راودني حلم غريب. لقد رأيت نفسي أحارب وحشا مجهول، وكلما حاولت أن أهاجم عليه أموت ميتة بشعة. أظن أنك خائف من قتالي. كان الجميع يضحك في سلام، وفجأة
أشعرت بذلك يا ويس؟ تحدث ويس وهو يرتجف وقال: نعم سيد بيلوس، أظن أن هذا لديه علاقة بحلم كوكو. بعد أن تم الاتصال بكل من ويس وبيروس بالقدوم إلى قصر زينو في عجالة، أدرك كوكو وفيجيتا القليل مما يحدث، حيث كانا في وضع من الدهشة والاستغراب. قرروا فورا أن يتحدوا هذا الشخص الذي يبدو أنه يتفوق على الجميع، وتحمسا كثيرا. انطلق كوكو وفيجيتا في رحلة ما للبحث عن معلم فنون القتال والطاقة يساعدهما على تحسين مهاراتهما وتعزيز قواهما. كانوا يعلمان أن هناك الكثير لا يزال يمكنهم تعلمه وتحسينه في عالم القتال. وصلوا إلى كوكب بعيد بمساعدة بولما في صنع المركبة، حيث أخبرهم مستر روشي سابقا أن في هذا الكوكب معلما أسطوري يستطيع تعليمهم أسرارا لم يسمعوا عنها من قبل. وجدوا صحراء خالية يتوسطها منزلا قديم، وما إن اقتربوا إليه حتى لاحظوا رجلا حكيما يجلس في وسط الكوخ. كان يدعى شين، معلما قديرا في الفنون القتالية والطاقة. أهلا بكم أيها الأبطال، لقد سمعت بتاريخكما وقوتكما، ما الذي يجلبكما إلى هنا؟ عفوا سيدي، نحن نريد أن نتعلم المزيد عن القتال. أردنا أن نجد معلما يمكن تحسين مهارتنا وزيادة قوتنا، فأظنك تعرف الملحمة الجديدة عن الشخص الغامض الذي ظهر. نحن لا نريد أن نبقى على حالنا، نريد أن نتطور ونصبح أقوى. ابتسم المعلم شين ويقول: حتى إن دربتكما فلا أظنني أستطيع أن أوصلكما لمستوى تستطيعا التغلب فيه عن هذا الخصم المرعب، لكن نأمل ذلك. على أي حال، هذا هو الطموح الذي أبحث عنه. لقد انتظرت طويلا كي يأتي شخص لهذا الطلب. سأكون معلمكما، ولكن يجب عليكما أن تكونا مستعدين للتحديات الكبيرة وتعلم الانضباط. نعم، نحن دائما جاهزين للتحديات. أخبرنا، ما الذي يجب علينا فعله؟ أولا يجب أن نتعلم كيف تتحكم بطاقة الكاي بشكل عالي، وكيف تزيدان من قوتكما الداخلية. هل أنتما مستعدان للبداية؟ بالطبع، دعنا نفعل ذلك. بدأ شين في تدريب جوكو وفيجيتا على فنون القتال واستخدام طاقة الكاي. كانا ملتزمين بالتعلم والتحسين، وكل تحدي تزداد مهارتهما. قاموا بممارسة تقنيات جديدة وتعلموا كيفية دفع حدودهم. في ذلك الوقت، بينما كان الشخص الغامض يفكر في طريقة لإنهاء حياته، لكن لم يستطع أن يجد لنفسه أي حل. حاول بالماضي أكل أقوى السموم وأكثرها تأثيرا، كما حاول أن يرمي نفسه في البحر. حاول أن يحارب أقوى الوحوش والمخلوقات بالعالم، لكن دون جدوى، وحتى التنين ظلمه يخاف رعبا منه إن ذكر اسمه. لم يجد أي وسيلة لقتل نفسه، حتى قام بطلب عشيرة الصيان بصنع خاتما يختم إلى الأبد. وكما يعرف عن الصيان بقوتهم وذكائهم، استطاعوا أن يصنعوا تلك البلورة لختمه إلى الأبد. لكنه يعلم أن الأمر مستحيل في هذا العصر بسبب شعوره باختفاء كوكب الصيان. سحقا، ترى من هذا اللعين الذي أباد كوكب الصيان؟ فجأة سينزل برقا قرب الشخص الغامض. حيث دار كل من المساعدين وحكام الدمار وبعض مخلوقات سجن الجحيم الأخرى. كان من يظهر عليه الغضب وعازما على القتال، والبعض الآخر يرتجف من الخوف. في ذلك الوقت كان جوكو وفيجيتا يتدربان في الصحراء. عندما توقفوا فجأة عن التحرك، شعروا بوجود طاقة في مكان ما، حتى ظهر سراب الدايشنكان أمامهم. أعتقد أنكما تتلقون تدريبا هنا. أتظنان أنكما جاهزين للتحدي؟ على أي حال، زينو يرى أننا نحتاج كل طاقة إضافية لما يحدث الآن. بالطبع، اخترت الوقت الصحيح يا سيد دايشنكان. يتحدث سيد شين في صوت خافت. لا أعتقد ذلك. حسنا، أريد أن أختبركما أولا لنرى ما إذا كنتما سوف تلتحقا بالعدو. قبل جوكو وفيجيتا بالأمر بكل فرح، ثم تبدأ المعركة بهجومهما على الدايشنكان.
ماشين كان يراقب المعركة من بعيد، يعلم أن هذا ليس هو الاختبار الحقيقي لطلابه. بينما تواصلت المعركة، بدأ جوكو وفيجيتا في التفاعل بشكل أفضل مع بعضهما البعض، وتبادلوا مع الديشنكان هجمات متناغمة. وفي اللحظة الحاسمة قرر أن يندمج الاثنين معا لإطلاق هجوم نهائي. جمعوا الطاقة في اليد حيث خلقوا كرة طاقية هائلة. ابتسم الديشنكان وقال: هذا يكفي. رغم أنكما قاتلتما سرابي الخاص، إلا أنكما أبهرتماني بقوتكما الجديدة. حسنا، سأعود أنا شخصيا بعد لحظات لأخذكما لكوكب زينو عبر بوابة العدم. في ذلك الوقت أنت آخر شخص سوف أسأله. إن أجبت الجواب الخاطئ سوف تموت كالباقي. لذا أخبرني، هل تعرف شخصا قد يستطيع قتلي في عالمكم؟ يجيب ويس في خوف مع ألم شديد: نعم، أظن أنه زينو ساما قد يفعل ذلك. ماذا؟ زينو ساما؟ هل تقصد الرضيع ابن زهراتي؟ هل مات أبي؟ نعم، منذ زمن بعيد جدا، فهو الحاكم الكبير الآن. على الرغم من أن زهراتي لم يستطع قتلي بنفسه، لا أظن أن ابنه سيكون أقوى منه. وبما أن جوابك قد يكون مثيرا للاهتمام، سأدعوك تعيش، ولكن سوف أعذبك قليلا، وذلك لأنني أعتقد أن زينو هذا سيفشل أيضا. أتى الديشنكان مجددا إلى كوكب الرمل، والذي يعيش في شينو، بهدف أخذ جوكو وفيجيتا وباستعماله لتقنية الانتقال عبر العدم. أخذهما إلى قصر زينو. سيد زينو ساما، المقاتلين جوكو وفيجيتا جاهزين لخوض حرب كاملة ضد ذلك المخلوق الغامض. شكرا لكما على قدومكما أيها البطلين، لكن هناك أمر يجب أن تعرفاني، وأنت أيضا أيها الديشنكان يخصك الأمر. لقد أرسلنا سابقا كل الحكام والمساعدين لقتال ضد هذا المخلوق، لكن لم يعد أي منهم إلى القصر بعد. أخشى أن الجميع قد فارق الحياة. ماذا؟ كل المساعدين والحكام؟ ولم يعد أحدا؟ ينطق ديشنكان وقال: لا، بل حتى وحوش من سجن الجحيم كانوا في الخدمة أيضا، لم ينجو أحد منهم. أعرف ما حصل يا سيد زينو، لذا لدي للأسف تجاهي. لقد أدركت الأمر عند اختفاء طاقة أبناء كلهم، ما عاد طاقة ضئيلة أشعر بها، إنها طاقة ويس. كان كوكو مصدوما للغاية، حتى تكلم وقال: هل هذا المخلوق بهذه الطاقة؟ بل أكثر مما تتخيل، أظنني أعرفه جيدا. لا يوجد كائن بهذا الوجود يملك تلك الطاقة، ما عدا شخص واحد في عرقكم أنتم الصيان. هل حقا أنتم جاهزين لأخذ هذه المعركة؟ أخبرني الديشنكان فور مشاهدة ما وصلتما إليه أنكما أقوى الآن من قوة بيروس حتى. نأمل أن يكون هذا كافيا لقتل هذا المخلوق. نعم بالطبع، سوف ننهي هذا المخلوق. يبدو أن الأمر سيكون شيقا بما أنه من عرق الصيان. لم أكن أتوقع أنه يوجد صيان أقوى مني، أنا وفيجيتا. كان جوكو متحمسا جدا، وأما فيجيتا يشعر بالموت تقترب إليه تدريجيا. اسمعني أيها الديشنكان، أريدك فورا أن تصل إلى ذلك الكوكب حيث يوجد ذلك المخلوق. لا تقاتل،
ماذا؟ لا يا سيد زينو، لا أستطيع. سوف أقاتل هذا المخلوق عند رؤيته. لا، أريدك أن تفعل ما هو أهم. أنا في خدمتك يا سيد زينو سما إلى الأبد، لكنك الآن تطلب مني أمرا مستحيل. كيف سأستطيع أن أمكث غيجي بما أنه قتل كل أبنائي؟ أعرف يا دايشنكان، لكن افعل فحسب ما أخبرتك عنه. سوف تذهب إلى الكون السادس مباشرة إلى ملك الصيان. يبدو أن لديه أمر يفيد لهزيمة هذا المخلوق، بما أنه يعرفه جيدا. لقد رتبت لقاءك معه. هيا انصرفوا. لا تقلق يا سيد دايشنكان، سوف نهزم أنا وفيجيتا هذا المخلوق. أليس كذلك يا فيجيتا؟ نعم بالطبع. سحقا، أي إحساس هذا أشعر به الآن. حسنا سيد زينو سما، لك ذلك. سوف ننطلق الآن. كان إحساس فيجيتا صائبا. أي وحش هذا؟ أي كائن يستطيع قتل أكثر من 200 حاكم ومساعد ووحش؟ فماذا ينتظر جوكو وفيجيتا في ذلك المكان؟ يجب علي أن أحضر بعض الأصدقاء. استخدم الشخص الغامض كبسولة من جيبه، ثم أزال عنها الغبار ورماها أرضا، فإذا بها يخرج منها دخان كثيف أحاط بالمكان كله. وفجأة سيظهر منها مخلوقات مرعبة. رأسي يؤلمني منذ مات ونحن في هذه الكبسولة اللعينة. أريد أن أقتل هذا اللعين. لقد حبسنا في هذه الكبسولة لآلاف السنين وربما الملايين. اهدى يا زيزل، ربما لديه أسبابه الخاصة. أخبرني يا زعيم، أي عالم نحن فيه؟ أرى أن المناخ مختلفا هنا. نحن في القرن 21. إنه زمن مختلف، حيث يوجد عقول جبارة وملابس مختلفة وأشياء لديها محرك تطير في السماء. لكن كل هذا إلا أنكم لن تجدون حماسا هنا. الجميع ضعفاء. من هذا الشخص المكبل بالسلاسل هناك. أرجوك اقتلني الآن، أرجوك اقتلني. يدعى ويس، وهو ابن شخص يقال عنه قوي، يدعى دايشنكان. أتمنى أن أقاتله هو وزينو أيضا. زينو، أتقصد الرضيع ابن زاراتي؟ نعم، لقد كبر الآن وهو حاكم العالم الحالي. يقال أنه أقوى شخص هنا، ولهذا حضرتكم إلى هنا كي تبحثوا عنه. هو ذلك المدعو دايشنكان. أنت أريهم صورة والدك، وزينو هذا عبر عصاك السحرية. قام ذلك المخلوق بمد العصا لويس ليفعل كما طلب، فشاهدوا جميع الوحوش الخمسة وجاء دايشنكان وزينو سما. أنا آسفة أيها الزعيم، لكن بأي هدف سوف نساعدك وأنت سجنتنا في الكبسولة لكل هذه المدة؟ لقد كرهتك كثيرا هناك. دعوني أقتل هذا الحقير. كيف له أن يطلب مساعدتنا؟ لم أكن أرغب بحبسكم. أنتم تعرفون جميعا أنكم دخلتم إلى الكبسولة بإرادتكم الكاملة لكي أنجيكم من الحرب الكبرى. بما أنكم الناجيين من عشيرة الجن الخاصة بالدمار، طلبتم مني أن أخذكم إلى مكان بعيد خوفا من انتقام الجميع منكم. حين فعلت ذلك وعند عودتي إلى كوكب الصيان فكرت بأن أنهي حياتي، فلم أجد أي وسيلة للموت ما عدا تلك الجوهرة التي صنعها لي عشيرة الصيان لكي أختم نفسي فيها إلى الأبد. لكنني نسيت أنكم في جيبي، لذا أختمتم معي كلكم. سحقا لك أيها المكير. والآن أنتم كلكم على قيد الحياة ومدينون لي، فلا تتهاونوا، وبالخصوص أنت زيزل، وإلا قتلتك بنفسي في لمح البصر. سوف تندم على هذا. الزعيم معه حق، نحن مدينون له رغم ما فعلوا بنا.
أنا أتفق، لا أريد الموت الآن. ماذا عنك جوفا؟ أرى أن نحضر المدعو الديشنكان وزين هذا إليه ونغادر إلى مكان بعيد. لن أفعل هذا لأن ياموشي طلبه، بل أنا متحمسة لقتال المدعو دايشنكان هذا. هنا أتريدين أن ترافقينا؟ لا خيار لدي، فأنا أحب الزعيم ياموشي. سحقا لكم جميعا، سوف أفعل هذا فقط لأنه مدين لنا. هذا يبدو جيدا، سوف تنالون أمرا رائعا جدا. بما أن هدفي هو الموت، سوف أدعكم تحصلون على كوكب زينو وقصري كله. هذا يناسبني. هيا انصرفوا في الحال. في ذلك الوقت كان الديشنكان مع فيجيتا وغوكو مسافرين عبر بوابة العدم، وقد اقتربوا من الوجهة حيث يوجد أقوى خصم على مر التاريخ. وفجأة سيتوقف الديشنكان مكانه. ما الذي يحدث سيد ديشنكان؟ هناك شخص قوي جدا قادم في اتجاهنا. ماذا؟ لا، بل 2، ربما أكثر. هيا ابتعدا. وفجأة ستصدم طاقة ضخمة بالديشنكان من حيث لا يدري. وأما غوكو وفيجيتا فقد دفعهما الديشنكان إلى مكان آمن. هل أنت بخير؟ ما هذه الطاقة؟ سوقا، أنا لا أرى أي عدو هنا قربنا. سيظهر الديشنكان من وسط الغبار وهو غاضب جدا. غوكو، هل تستطيع الشعور بطاقة ويس؟ أظنني أستطيع ذلك، ولكن لما تقول هذا الآن؟ هيا حاول أن تعثر على مصدر قوة ويس وانتقل هناك، لابد أنه قريب من هنا. لكن ألم تقل أن من يتواجد هنا أكثر من 2؟ علينا مساعدتك. لا، عليكما أن تفعل كما قال زينو سما. علينا اتباع الخطة، وإلا لن تنجح أبدا. سحقا، ما هذه المخلوقات الغريبة؟ أي طاقة هذه؟ ما هذه القوة؟ دعنا نساعدك أولا سيد ديشنكان. فلتغادر في الحال، ويس يرغب بالمساعدة أكثر مني. سحقا، حسنا، سيقوم حين غوكو بالبحث عن قوة ويس للانتقال الآني. أين تظن أنفسكما ذاهبان؟ وما إن عثر على ويس حتى اختفيا ال2؟ يا لامي، تقنية غريبة. أعتقد أننا وجدنا الشخص المدعو الديشنكان أخيرا بسهولة. فور وصول غوكو وفيجيتا إلى الكوكب حيث يوجد ياموشي وويس المكبل، شعر ال2 برعب لم يروه في حياتهم من شدة الطاقة المنبعثة من مسافة بعيدة عنهم. هل أنا أحلم؟ كيف يوجد شيء كهذا في الوجود؟ كاكاروتو، ألا تظن أننا علينا المغادرة والعودة لاحقا؟ لماذا تأخر الديشنكان؟ ألم يخبرني زينو أنه سيصل الآن؟ ما الذي يجري يا طورا؟ فور وصول غوكو وفيجيتا إلى ذلك الكوكب حيث يتواجد ياموشي وويس وجثث حكام الدمار والمساعدين، نال منهم رعب وخوف وارتعشوا من شدة القوة المبعوثة من مكان ذلك المخلوق. رغم ذلك جمع غوكو شتاتا وعزم عن أن يذهب إلى ذلك المكان. وأما فيجيتا فلم يتحرك ساكنا وقد شلت قدماه وجسده عن الحركة. سيتحدث غوكو حيث قال: فيجيتا، هذا ليس وقت التوتر، يجب علينا أن نفعلها. لا تنسى أننا تدربنا لنفعل هذا، فنحن الآن أمل البشرية وكل المخلوقات في كل الوجود. يجب علينا إنقاذ العالم. نعم، أعرف ذلك. أنا لست متوترا أو خائف، لكنني وبصراحة لم أرى هذا في حياتي من قبل، ولم أشعر به. لم أشاهد مثل هذه القوة منذ أن ولدت. أتعتقد أننا حقا سننجح في هذا؟
نعم، نأمل ذلك، فلقد تدربنا بشكل مكثف وازدادت قوتنا كثيرا عن السابق. حتى الدايشنكان اعترف بنا. يجب أن نفعل ذلك يا فيجيتا. في ذلك الوقت انتقل كل من جوكو وفيجيتا نحو تلك الهالة الفائقة التي يتمتع بها ياموشي، وكل ما كان يقتربون إليه يزداد الرعب وضربات قلبهم تخفق بقوة هائلة. في ذلك الوقت شعر ياموشي بقدوم شخص ما نحوه، حيث تكلم وقال: قوة جديدة أخرى، لكن تبدو مختلفة عن كل ما سبق. هل سأتمتع بهذا؟ فور وصول جوكو وفيجيتا إلى ذلك المكان، حيث تفرق بينهما وبين ياموشي سوى 6 أمتار، تغيرت ملامح الاثنين مجددا، لكن هذه المرة توقف قلبهما لمدة دقيقة من شدة الخوف. وما إن عاد إلى وعيهما حتى تحدث جوكو قائلا: ما الذي حدث للتو؟ لا أستطيع التنفس. يا له من وحش مرعب، لقد أخبرتك بالعودة يا كاكاروتو، لكن يبدو أن النهاية لا تستسلم بهذه السهولة، هذا ليس من شيء يا فيجيتا. إذن دعني أتقدم لأريك ما قد يفعل أمير الصيان. لا داعي للتضحية بك، سوف أبدأ أولا. إن شاهدت أمرا ليس طبيعيا فعليك المغادرة بأقصى سرعة. لا تملي علي ما أفعله. كان ياموشي ينظر إليهما مستغرب لنقاش الاثنين. لم أكن أتصور أن أحمقان مثلكما يملكان هذه القوة وفي زمن كهذا. على أي حال تبدوان مألوفين. هل أنتما من الصيان؟ نعم، نحن كذلك، وأتينا لقتلك. هذا ما أريد الموت فقط، لكن أرى أنكما ضعيفين لفعل ذلك رغم قوتكما هذه. ثانيا، أنا لا أريد قتل عرقي. إذا باء قبل أن أغير رأيي فأنا لا أعيد الكلام مرة أخرى. أتمزح معي؟ أنا جوكو الذي لا يتراجع. لن أتحرك من هنا حتى أنهي حياتك. بما أنك مصر فلتحاول، لكن عليك أن تعلم أن فور أن تقوم بلمسي فلن أتراجع عن قتلك أبدا، لذا فالخيار لك الآن. كاكاروتو، إنها الفرصة المناسبة لنغادر. أخبرتك أننا سوف نهزمه، لا داعي للتراجع الآن يا فيجيتا. تعال لنرى ما وصل إليه الصيان حتى الآن. تبدو ضعيفا في شكلك على عكس القوة التي تنبعث منك. سيكون شرف كبير لي بأن أقاتل أجدادي. أخبرني أولا، كم عمرك؟ أعتقد أن في هذا القرن سيكون لدي ما يقارب 10 مليون سنة. أوه، أنت كبير في العمر أيها العجوز. لم أقاتل كبار السن في حياتي، لذا من الصعب القول أنك تخفي الكثير من الطاقة. سوف تتراجع عن كلامك بعد قليل. يتوجب علي قتلك أيها العجوز، فأنت تهدد العالم بأسره بقوتك هذه. أرجو ألا ترخي جفاعك، لأنني أتوق لقتلك. في تلك الأثناء سيلاحظ جوكو أمر ويس المكبل بالسلاسل. ما هذا؟ كيف تجرؤ على فعل هذا بويس؟ سحقا، حتى ويس لم يستطع الإفلات من هذا. والآن بعد أن رأيت ماذا فعلت بويس لن أتراجع أبدا. سوف أقاتلك بأصبع واحد لا أكثر. لا أريد التسرع في قتلي، أريد أن أرى إلى ما وصل إلي عرقي من حركات جديدة. ما تستهزئ بي الآن؟ في تلك اللحظة سيهاجم جوكو بكل قوة، وفجأة سيصد العجوز ياموشي لكمة جوكو القوية بأصبع واحد كما قال تماما.
هذا لا يمكن أبدا. إنه كالحلم تماما مثل ما رأيت. والآن بما أنك قمت بلمسي فيتوجب علي أن أقتلك الآن. أنا لا أتراجع عن قولي وتحذيرياتي مرة واحدة في العمر. وفي كوكب صدالة، كوكب الصيان في الكون السادس، كان ملك الصيان ينتظر الديشنكان لقدومه لكي يتحدثوا بشأن الغريب الذي دار فجأة، وهو أقوى مخلوق في العالم الذي يدعى ياموشي. يبدو أن الديشنكان تورط في مشكلة ما، يجب علينا التحرك قبل أن يفوت الأوان. ما رأيك يا كرونوس؟ إذا أردت رأيي أيها الزعيم، بما أنك تعرف خصمنا جيدا وتعرف أيضا القوة التي يتمتع بها، أقترح بأن تتكلم معه شخصيا يا سيدي، وبأن يرحل إلى الفراغ أو عالم السحرة ولا يعود أبدا. نعم أعرفه، لكن لم أره في حياتي من قبل، فلقد عود لي جدي عنه وأخبرني عن كل قوتي وكل ما فعله بالماضي وحتى ما يستطيع فعله. يقال أنه يستطيع قتل خصومه بلمسة واحدة، حتى أنه لا ترى بالعين المجردة. ويقال أيضا أنه قتل جيشا كاملا في ثوان قليلة. كما يعرف أنه أيضا صادق في كلامه، وأي كلمة يقول ويفعلها، ويقتل من يتحداه. لكن هذا لا يعني أنني سأنهزم أمامه، فأنا أول شخص في الوجود استطاع التحول لإلترا إيغو. سوف أوقف أمام حدث، لن أعود إلى القصر حتى أوقفه أو أجد حلا ما لذلك. أنا ملك الصيان، أنا أقوى صيان في الوجود، لن أستسلم اتجاه الأحياء الأموات مهما حدث. وفي الجهة الأخرى يتعرض الديشنكان من مجموعة من العائدون من الموت، أو ما يطلق عليهم بالطغاة السيد. كانت المعركة مشتبكة بين الديشنكان وزيزل وأنترا حكام الجن. أنشأوا الثلاثة فوضى عارمة في الفضاء، وأما الباقي يشاهد في صمت. أنصحكم بألا تعترضوا طريقي، فأنا في عجلة من أمري. إذا أنت من يطلق عليه دايشنكان، تبدو كما أخبرنا الزعيم ياموشي. ماذا؟ الزعيم؟ من أنتم؟ أنا لم أراكم من قبل، لكن تبدو هذه الثياب مألوفة. أليست هذه ثياب حكام الدمار من عالم الجن؟ لقد أصبت، وبما أنك تعرف هويتنا فيجب عليك أما أن تأتي أو تموت. أنت قوي بالفعل، أن لم ترغب بأن تموت فيجب عليك أن تأتي معنا، فالزعيم يريد مقابلتك شخصيا. هذا لا يمكن. يقال أنكم متم جميعا في الحرب التي أنشأها زارتي أبزين سما اتجاهكم، فكيف أنتم على قيد الحياة الآن؟ مالا، هل أنتم من يقال عنهم أنهم اختفوا في الحرب دون أثر؟ لقد توصلت إلى الجواب بنفسك. هل الجميع أذكياء في هذا العصر مثلك أم أنك متميز؟ الشيء الذي لا يعرفه أحد هو أن ياموشي الأحمق هو من أخفانا من تلك الحرب. لا، بل سجننا معه طيلة هذه المدة. أقلت ياموشي؟ ماذا يقصد؟ هل يقصد ذلك المخلوق الذي ظهر فجأة والذي حدثني عنه زينو سما؟ نعم بالطبع، إنه كذلك. يجب علي فعل أمر ما. بما أنكم مبعوثون من ياموشي هذا، فلا أظن أنني سأسامحكم. لن أسامح أحدا بالمغادرة بعد الآن. كم أنت ذكي لتصل إلى الخفايا بسرعة، لكنك غبي بما أنك لم تتوصل إلى معرفتك لنهايتك التي حانت الآن.